يلا بينا نعمل النهاردة كراكرز سهلة جدا وحلوة وبتنفع للموفي نايت، ولما يبقى عندنا ضيوف ومش عارفين نقدم لهم ايه بتبقى حلوة جدا. يلا بينا على الطريقة والمقادير. هنحتاج كوبايتين دقيق بسكوت او اول بurpose عادي، هنحط عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح كبيرة حبتين، ونقلبهم كلهم مع بعض. وبعد كده هروح حط عليهم معلقتين كبار زيت ومعلقة سمنة كبيرة، ونحط مية دافية بس بالتدريج. كل ما تحتاج مية نحط لها، بس بنحط بحساب، يعني حبة نون وحبة نون. وبعد كده نلم العجينة خالص. اول ما تتلم معانا العجينة نروح حاطين معلقة جبنة كريمي او مكعب جبنة كريمي، لازم يبقى متلج ساقع جدا، ده اختياري عشان بس يزود الطعم شوية، غير كده مش مهم، يعني مش عايزينه خلاص. عموما الكراكرز اصلا هي مش بسكوت ومش قراقيش، يعني هي بين الاتنين. هنقعد نلم في العجينة كده لغاية ما تبقى عجينة متماسكة بالشكل ده. بعد كده رحت مقسمة العجينة بتاعتي ل3 قطع. اول قطعة حطيت فيها ريحان وزعتر ناشفين ودهنت ايدي كويس بزيت زيتون. رحت ماسكه العجينه عشان اغلغل الريحان والزعتر فيها. وبعد كده العجينه التانية كان عندي فصين توم، هرستهم وحطيت عليهم ريحان ناشف، ورحت مغلغله الريحان مع التوم في العجينه وسبتهم على جنب يرتاحوا شويه. واخر واحده بقى ما حطيتش فيها حاجه، سبتها ساده زي ما هي. بعد كده نفرد كويس قوي العجينه بتاعتنا، نرققها خالص على قد ما نقدر، يعني حوالي كده ايه نص سنتي. بعد كده نبدأ نشكلها بقى بالشكل ده، وبعدين نحطهم في صينية مدهونة زيت كويس جدا، ونبدأ نخرمها من النص كده علشان تستوي كويس. زي ما انت شفتوا بقى شكلتهم كلهم ورصيتهم في الصينية. نروح مدخلينهم في فرن سخن على 180 لمدة 15 ل 17 دقيقة لغاية ما الوش يحمر. طلعناها بالشكل ده، شايفين هي شكلها حلو ازاي، مقرمشة من بره وطرية من جوه، هشة جدا وطعمها حلو قوي. خصوصا اللي بيحبوا يفطروا حاجات خفيفة الصبح ممكن ياخدوا 2 منها الصبح مع فنجان القهوة، يبقى طعمها حلو قوي قوي. وبالهنا والشفا. ما تنسوش بقى تعملوا لنا سبسكرايب وتقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة ما تجربوها.